مشاهدينا، تنفرد الفنانة الجزائرية سعاد ماسي بمواهب متعددة، فهي تعزف الجيتار، تؤلف أغانيها وتتمتع بصوت فريد يعكس مزيجا من ثقافات مختلفة. الفنانة سعاد ماسي تحمل دماء عربية وبربرية وتركية وفارسية، ما شاء الله جامعة الزين كله. يعني فنها طبعا مشاهدين يحمل أيضا رسالة تتحدث عن الإنسان وعن كفاحه من أجل العدالة. فنها جذب انتباه أحد أهم المراكز الفنية في العالم وهو معهد كينيدي الفنون، فأحيت حفل ألهبت فيه مشاعر المعجبين. التفاصيل مع زميلتنا نادية البلويسي. من وين؟ أكيد من واشنطن. يعني الأم والأب طبعا. التقينا الفنانة الجزائرية سعاد ماسي في حي جورج تاون في واشنطن، فهي تعود للولايات المتحدة بعد غياب سنوات طويلة تقارب 8. جاءت بدعوة من مركز كندي للفنون ليتزامن مع العيد الوطني لاستقلال الجزائر. سعاد ماسي فنانة راقية بكل معنى الكلمة، صوتها، كلمات أغنياتها ومعاملاتها مع الآخرين بسيطة المظهر ومتواضعة إلى أدنى حد. جلسنا نتجاذب أطراف الحديث في مقهى على الناصية، ومن ثم أجرينا معها مقابلة حصرية قبل أن تستعد للمشاركة في إحياء حفل الكندي سنتر. خلينا في كان يا مكان، في كان يا مكان، حاجيتك ما جيتك، ودينا بعيد ما درت يا حاجيتك ما جيتك. صباح الخير. صباح الخير كل مشاهدين ومشاهدات قناة MBC، وخصوصا أحيي إذا ممكن الشعب الجزائري. شكرا. أنا جاي لواشنطن، هذه ثالث مرة أجي لواشنطن. أغاني اخترتها من عندي 4 ألبومات، واخترت يعني على فيها شوية عصري وشوية جزائري. حكينا على الجنة، حكينا على النار، على الطير اللي عمره ما طار، فهمنا معنى الدنيا. تمتاز أغاني سعاد ماسي بالثورية، فهي تغني عن أوضاع الإنسان العربي وعن المرأة، وربما أسلوبها المغاير في الغناء وعزفها للجيتار عدا عن مظهرها البسيط يضعها في خانة لوحدها بالمقارنة مع المغنيات العربيات. يعني لما أنا نكون فنانة وفيه ناس يحبوني ويسمعوني، يعني وش نقدم لهذا الناس؟ وشنو هي رسالتي؟ وش نعلم لهم؟ وش رايحة نقسم معاهم حاجات اللي أثروا عليا، حاجات اللي حابة ندافع عليهم مثل حقوق الإنسان. وعلى مسرح كندي سنتر أشعلت سعاد ماسي حماس المعجبين، فبرغم أن الأغاني كانت باللهجة الجزائرية وهي تغني أيضا بالأمازيغية والفرنسية، إلا أنها تريد الغناء باللغة العربية الفصحى لتصل إلى مسامع كل الجماهير العربية. حابة أقدم يعني عمل فني، وراني أحضر أغاني جديدة بالعربية الفصحى. إن شاء الله يعجب الناس. يوصف صوت سعاد ماسي بأنه حريري، وهي أيضا تؤلف أغانيها من وحي بيئتها كما تقول لي، فقد ترعرعت في حي شعبي في الجزائر وأتت من عائلة موسيقية، وهي تعيش الآن في فرنسا، لكن بالنسبة لها فإن الفن مسؤولية كبيرة، وخصوصا الآن في ظل التغيير الذي يعيشه العالم العربي. نادية البلبيسي لصباح الخير يا عرب، واشنطن.